تذكروا ذلك جميعا، أن معركة تحرير الموصل كان دفاعا عن العالم أجمع ضد الإرهاب والتطرف الأعمى. مدينة قديمة تاريخية انبنت 1800 سنة قبل الميلاد بتنوع ضمن 9 مكونات مجتمعية. معركة تحرير الموصل تعتبر ثاني أطول معركة تحريرية في التاريخ الحديث بواقع 196 يوم. كانت معارك دامية ما بين القوات العراقية البطلة بمختلف تقسيماتها وتشكيلاتها وما بين تنظيم داعش الإرهابي، تفخيخ وقصف 6 جسور رئيسية في مدينة الموصل، وشل حركة الحياة ما بين أهالي الجانب الأيمن وأهالي الجانب الأيسر. الأمم المتحدة تؤكد تدمير 9 مستشفيات من أصل 10 مستشفيات موجودة في مدينة الموصل، وتدمير 75 مركز صحي. في مستشفى السلام هنا كان يتواجد المئات من المصابين الجرحى الذي كان يستخدمهم تنظيم داعش كدروع بشرية. الإرهاب من اللي يدمر المجتمع ويفرقه دينيا ومجتمعيا وطائفيا، يدمر ويحطم أكثر من 70 دار العبادة بين مسجد وكنيسة، ويدمر 4 محطات كهربائية كانت تولد طاقة كهربائية لجميع أنحاء مدينة الموصل، وأيضا يدمر ويحطم ويفخخ 5500 مبنى من الدوائر الحكومية والمستشفيات والمصانع والمنشآت والمحلات والأسواق. ويقول لك الموصل مو منكوبة، حتى المستوى الدراسي والتعليمي تدمر بالكامل. 4 كليات مفجرة ومحطمة، 12 معهد تعليمي، وحرق أكثر من 88 ألف كتاب في المكتبة المركزية بجامعة الموصل، وبالإضافة أيضا إلى تدمير وتحطيم وتفجير وقصف أكثر من 300 مدرسة موجودة في مدينة الموصل. هذا كله راح يؤدي إلى تدمير المستوى التعليمي وإلى خطر للأجيال القادمة على مستوى العلم والفكر والثقافة والتربية الموجودة في هذه المدينة. وإذا بدنا نحكي عن حجم الخسائر البشرية اللي نزفت دماءها من أجل تحرير الموصل، استشهاد أكثر من 7500 مقاتل عراقي بطل من كافة التصنيفات العسكرية التي شاركت في عمليات التحرير، وأيضا استشهاد أكثر من 40 ألف مواطن عراقي موصلي مدني، وما نعرف كم شخص موجود تحت الأنقاض حتى هاي اللحظة. وهذا الدمار موجود واللي تشوفوه في كل مكان بأنحاء هاي المدينة المنكوبة. ما الحل؟ كل هاي الأرقام والإحصائيات المرعبة تدل على النكبة الموجودة في جميع أنحاء مدينة الموصل، وهذا يدعونا إلى أن نتكاتف نحن كشباب الموصل وشباب العراق حتى نوصل مناشداتنا ومطالباتنا وتصريحاتنا ونضغط على المجتمع الدولي والحكومة العراقية ومجلس محافظة نينوى أن يساهم ويعيد ويسرع في بناء مدينة الموصل. عملنا لا يتوقف بإعادة العمران أبدا، بل عملنا في المرحلة القادمة أصعب، وهو بث وزرع وترسيخ مفاهيم الديمقراطية والحرية المنضبطة والأخلاق المعتدلة في المجتمع الموصلي. نتكاتف نحن الشباب الموصلي في الداخل والشباب الموصلي في خارج الموصل وخارج العراق لأن يوصلوا قضايانا ويسلطوا عليها الضوء أكثر لتصل إلى المجتمع الدولي لكي يعيدوا بناء مدينة الموصل من جديد.